النهارده احنا في الفيفا فان فيست في فانكوفر. اجواء ممطره. عندنا شويه ماتشات النهارده، ماتش البرتغال وكرواتيا في دور ال 32. هاخدكم بقى معايا في رحله كده نستكشف عاملين ايه، لان هو ده كبير، ده من اكبر الفان فيست اللي موجودين في كاس العالم كله. محلات اكل طبعا موجوده عشان الناس اللي عايزه تاكل، وهنا سيتنج اريا الناس لو عايزه تقعد تاكل فيها. مهتمين طبعا، مهتمين بادق التفاصيل، يعني اماكن الناس اللي عايزه تشرب ميه. هنا الفيفا ستور، تعالوا نشوف الفيفا ستور. والفيفا ستور ده فيه كل حاجه، تعالوا معانا يلا نخش نشوف في ايه جوه. يلا نشوف ايه اللي في الفيفا ستور. هنا اهو تيشيرتس كل المنتخبات المشاركه. ده تيشيرت كندا، جيرسي بتاع كولومبيا، ارجنتين. عندنا تيشيرت مصر، تيشيرت الاوريج، بس ده طبعا بالسبع نجوم. كان طبعا زي ما احنا عارفين ان الفيفا اعترضت على السبع نجوم، قالت لنا دي بتاعت افريقيا، احنا هنا في كاس عالم، النجوم اللي تتحط تبقى بتاعت كاس عالم. فاحنا جينا كده ايه، مبدئيا احنا رقم واحد، احنا 7 اكتر من اي حد. بس طبعا التيشيرت الرسمي اللي المنتخب بيلعب بيه شلنا منه ال7 نجوم. دي بقى اسبانيا، امريكا، اواي، استراليا ان شاء الله هنكسبكم. استراليا كانجرو نكسبهم ان شاء الله. برازيل، مصر الاواي، منتخب مصر. هولندا، هنا ايجيبت $24 ايجيبت. والتميمه. بس الاسعار يا جماعه مولعه مولعه. حتى التميمه $50، وده سعر غالي جدا مقارنه بكؤوس العالم اللي كانت قبل كده. في الكابس عندنا ايجيبت، التيشيرتس بقى العاديه، كل حاجه، كل الكابس، كل التيشيرتس. كرة رسميه اهي. بصوا يا جماعه، دي الكرة الرسميه اوفيشال. دي بقى معرفش دي ايه، يعني انا مش فاهم، ده اكسسوري ولا يعني. عبده موته قوي. هنا في طبعا فود تراكس في كل حته زي ما احنا شايفين، كل حاجه موجوده. هم مهتمين قوي بالاكسبيرينس بتاعت الناس، يعني انت هتيجي ان هو هتتفرج على 3-4 ماتشات في اليوم، فيبقى الموضوع بالنسبه لك مريح وكل حاجه فيها موجوده. هو فان فيست كبير جدا جدا جدا، كل فود تراكس، كل انواع الاكل، والاسعار ريزنبل. هنا طبعا المنطقه الرسميه للسبونسرز الرسميين بتوع الفيفا، كيا والبير اللي هي الترا وكوكاكولا فاوندين. يلا بينا دلوقتي هنخش الفان فيست ونتفرج جوه على اكبر سكرين في فانكوفر كلها بتذيع الماتشات. دلوقتي ماتش البرتغال وكرواتيا. دلوقتي احنا داخلين الفان فيست. هو معمول هنا اوريدي جوه الثيم بارك، فهو مكانه مختلف شويه وعاملين سيتنج، يعني ده برضه دي بالنسبه لي تجربه مختلفه، لان كان دايما الفان فيست نبقى واقفين ومتحمسين، ففي فري سيتنج، ودي حاجه كويسه عشان الناس اللي عايزه تقعد تتفرج. وكده مليانه سو فار مقارنه بالوضع يعني. احنا دلوقتي جوه الفان فيست في فانكوفر، كرواتيا والبرتغال، ماتش من اهم ماتشات كريستيانو رونالدو في حياته كلها. كريستيانو رونالدو الفرصه الاخيره ليه ان هو يكسب كاس العالم في البطوله دي، وبدايه الماتش ده ماتش الدور ال 32 جدا. البرتغال بتلاعب كرواتيا. الشوط الاول خلص، وطبعا بيبقى بين الشوطين دايما في بارك اهو. What do you know about Egypt? Cairo, beautiful pyramids. And but Mo Salah. Okay. Who will win the league? Who's the best player? Okay, so Cristiano Ronaldo. Who will win the World Cup? Spain. Who's the best player right now in World Cup?
I have to go Mbappe. Mbappe. Right now. Right now. Mbappe or Yamal? Yeah, maybe. Jamal, if he's healthy now, Yeah. maybe he'll be better. Maybe. Yeah. Okay, I'm from Egypt. What do you know about Egypt? Mo Salah. Mo Salah. So, today you're gonna win. Who's the best player in World Cup so far? In the World Cup, Yeah. best player for me is Mbappe. Mbappe. Yeah. Okay. So, Messi or Ronaldo? Messi. Messi. Who will win? Croatia. Croatia. Who will win the World Cup? Who will win the World Cup? Are you gonna win? Portugal. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Messi or Ronaldo? Messi or Ronaldo? Ronaldo. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Who will win today? Portugal. Yeah. Portugal. Yeah. Ronaldo. Yeah. Ronaldo. البرتغال وكرواتيا لغايه دلوقتي 0-0 والبرتغال بتلعب زي ما انا قلت قبل كده لو لعبوا باي عاطفه مع رونالدو هيخسروا لعبهم مقلق لان هم بيلعبوا على كريستيانو في الكوره دلوقتي مين دي يقدر يشوطها هيجيب جون قرر يلعبها بالعرض رونالدو باشا شوط جون خلاص فلعبهم بالعاطفه ممكن يخسرهم كتير كرواتيا جابت جون واحد صفر كرواتيا رونالدو جاب جول اوفسايد بينالتي للبرتغال غالبا فار تشيك Jericho, the video assistant referee, has asked the Velasquez to go and have a look. Review this incident for a possible penalty. بينالتي حاطط عنده رجليه بينالتي or no? Penalty. Asked to look at it, they're recommending. After review, Croatia player number 30. هيحسب بينالتي بص جماهير الدون مولعه الدنيا برضه كريستيانو رونالدو هيخش بينالتي دلوقتي حالا رونالدو البرتغال خلاص على كرواتيا اوفسايد كرواتيا جابت جون بس بعد كل الهيصه اوفسايد
يا جماعه ده ايه ده؟ ايه حلاوه الكوره دي؟ ايه ده؟ Croatia keeps pushing and pushing, chance after chance, and here comes the cross. اوفسايد 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 اوفسايد. راح تشوف الفار ودي اللحظه التاريخيه للبرتغال. كله على اعصابه دلوقتي. Croatia player number 20 كله على touched the ball and اعصابه. hit it. There is the touch. You can see passage in the opposite position there. The touch coming through. يصفر دلوقتي لازم. It actually went out for a throw. كلهم على اعصابهم. Still خلاص البرتغال 2-1. البرتغال بتضرب موعد مع اسبانيا في دور ال 16 ماتش نهائي كاس عالم. جماهير فرقه بتفرح وجماهير فرقه بتعيط وترجع جماهير فرقه تفرح تاني وجماهير تعيط تاني. الكوره مجنونه. What do you want to say to Cristiano after his goal? I think he's going to score again against Spain. He's going to win, get a hat trick. No, but the witch doctor in Africa says they're going to win it. Ronaldo wins a World Cup. Easy. Hopefully. We love Ronaldo. We are from Egypt. Okay. You know any players from Egypt? Yeah. Thank you. Congratulations. You'll play against Spain next match. Spain, who will win? Spain better be afraid because Portugal's gonna win! Yeah! Let's go, Portugal! Such an intense game. Tell me about last win. We thought they had it, but then it was an offside. We were so terrified, but then we didn't. Ronaldo has redeemed himself. He has redeemed himself. We love him now. I could probably win in the world. Next match we'll play against Spain. Who will win? Portugal. It's gotta be Portugal. That's the only jersey I've got. Portugal has to win. Thank you. We were really scared, but we knew what happened in our favor. We're really excited to be Spain. Next match we'll play against Spain. Who will win? Portugal. Congratulations. Cristiano, you're like a brother to me. I love you. I love my Portuguese wife with all my heart. As a Canadian Portuguese, I am so proud. Yeah, my husband is João Felix. He doesn't know yet. فلوج جامد جدا. مش متوقع الاجواء دي. ماتش كان مجنون لحد اخر ثانيه. البرتغال 2-1 خلاص ماتش بيخلص. الدنيا كلها اتجننت لما كرواتيا جابت جول للتعادل وكان اوفسايد. ناس فرحت وبعد كده ناس زعلت. ناس فرحت كده ناس زعلت لحد الماتش ما خلص. كان هو الماتش جاي البرتغال واسبانيا هيبقى ضرب نار. قولوا لي بقى توقعاتكم مين اللي هيكسب؟ لا بيقف. هو عمال يصدر من فوق. والله العظيم 20 واحد ما حد عرف يجيبها. ايوه شاطر يا 20 واحد. عم صعبة، محسن صعبة. عم محسن يتألق شوارع منجوفة. عم محسن
كسب ليه قوي. So, tell me who will win the World Cup? Okay, French speaking. if I'm talking to an Egyptian guy, Yeah. I'm gonna say France will challenge Egypt. Okay. Yeah, and I don't know. Okay. Okay.